الحياة بالنسبة للستات في بعض من الدول زي دولنا الناطقة باللغة العربية إلى حد ما فيها بعض اللغط وفيها بعض الصعوبة بالنسبة للنساء. محتاجين الست تبقى قوية، تحتك بالمجتمع من بدري، تعرف تكون شديدة، تعرف تقف وقفة، تاخد حقها، متخليش حد يتعدى على حدودها. ولكن القفلة بحجة الحماية دي وكسة كبيرة، دي ما بتجيبش أي حماية. انت بنيت بيت إزاز، مع أول خبطه الازاز ده هينزل على الارض. تيجي واحده تقول لي طب البنات والستات ايه ذنبهم يعني يعيشوا المره اللي احنا فيه ده؟ ما تقولي كلمه للرجاله. هقول ايه بس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هقول ايه؟ اصل هيتقال ايه بالنسبه للرجاله اللي بيضايقوا على الستات كده في الشغل وفي الشارع وفي المواصلات بيعملوا كده؟ منهم لله. هنقول ايه؟ هنقول لما حد يضايقك تقلع الجزمه اللي في رجلك وتديله بيها على دماغه، مش هنقول غير كده يعني. لكن نوجه كلام للشخص، الشخص بيعمل حاجه غلط هو عارف كويس قوي انه بيعمل حاجه غلط، لكن ما شاء الله بقى في نوع من انواع الفجر الجماعي، بقى في احساس عام كده ان مفيش حاجه تمنعني، في استسهال لقله الادب. بس البنات بقوا شداد حلوين بيعرفوا ياخدوا حقهم، لكن في بنات يا عيني اتقفل عليهم كده مش عارفين يقاوموا. لا خليكي شديده، قاومي. اللي يكلمك كلمه كده ما تكسيش وتجري، دي على دماغه، هي الدنيا دي عايزه كده. لكن نتكسف ونجري ونقعد نعيط مش هينفع خالص. لازم اعرف ان انا كبني ادم كشخص ليا حدودي بتاعتي، اللي هيتعداها لفظا او جسديا هقول له ستوب، رايح فين؟ هنا ده كده خط احمر، لازم تبقي كده عارفه حدودك كويس. واللي يتخطاها نشيل رجله وايده ولسانه. فنصيحه لاولياء الامور، تقفلوش على بناتكم لان انتوا مش بتساعدوهم ولا بتخدموهم لما بتقفلوا عليهم بحجة الحماية. دي اكبر اذية انتوا بتأذيها لهم. انتوا محتاجين تعرفوهم على الدنيا بعضها الحالي وتعلموا ازاي يعيشوا فيها مش يهربوا منها.